خبر غياب كيليان امبابي عن مباراة ريال مدريد خبر صادم جدا. تتكلم عن غياب أهم لاعب في نادي ريال مدريد وهداف نادي ريال مدريد والحاسم لنادي ريال مدريد اللي سجل هاتريك في مباراة الكلاسيكو الأخيرة. يعني حرفيا أنا بقول لكم حاجة، سمعت تشابي ألونسو قبل شوية أكد لي إنه فعلا تشابي ألونسو يشوف نادي الهلال هو أصعب خصم في المجموعة. تخيلوا يا جماعة الخير، رغم إنه إمبابي يمر بحالة مرض وحمى وزكام وتعبان وما يقدر، إلا إنه إلى الآن ما أكد إنه ما بيلعب مباراة الهلال. هو طلع في آخر تصريح، فممكن يجيبه في الدكة، ممكن يستبعد. ولكن شوفوا ألونسو لأي درجة يبغى يلعب بكيليان إمبابي، لأنه يعرف قيمة وصعوبة نادي الهلال، يعرف هذا النادي. فنادي الهلال يعرف هذا النادي، فاللي أكد لي أكثر حاجة تشبه فيها مباراة ريال مدريد ضد الهلال هي مباراة الأرجنتين ضد السعودية في كأس العالم 2022. شفتوا لما فاز المنتخب السعودي كل الشعب السعودي فرح، وكل الوطن العربي فرح، وكل حتى الأجانب فرحوا معانا. شفت هذيك الفرحة؟ صدقوني لو فاز الهلال يا جماعة الخير، قمة الأربعاء مو بس مباراة ريال مدريد ضد الهلال، بل أيضا مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي، نادينا العربي. كل التوفيق للوداد. الوداد قدم ميركاتو قوي جدا عشان هذه البطولة، عشان بطولة كأس العالم للأندية. فبإذن الله إنه يشرفنا قدام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي برضو قدم ميركاتو قوي عشان برضو البطولة، ويبغى يحقق البطولة باللي هي المشكلة مانشستر سيتي داخل البطولة يبغى يعوض كل اللي راه في الموسم السابق، الموسم الكارثي اللي مر فيه في تحقيق بطولة كأس العالم للأندية. فبيدخل على الوداد مثل الوحش، ما بيخليه. ولكن بإذن الله الوداد البيضاوي يبيض الوجه ويحقق بإذن الله، إذا ما قدر على الفوز التعادل، وإذا ما جت التعادل يعني أمشي مو نتيجة كبيرة. أكثر شيء مرتقب في مباراة ريال مدريد ونادي الهلال إنه كل الناديين بيلعبون أول مباراة رسمية مع مدربهم الجديد. أول مباراة للمدرب تشابي ألونسو مع نادي ريال مدريد، وأول مباراة رسمية للمدرب سيميوني إنزاغي مع نادي الهلال. يا ساتر! بعدين اسمين ثقيلين في أوروبا، واحد واصل نهائي دوري أبطال أوروبا، واحد واصل نهائي الدوري الأوروبي الموسم السابق، ويعتبر من أفضل المدربين اللي انفجروا في كرة القدم.